ازاي تشتغل بالدولار في بيتك في مصر، شغل حقيقي هتعمله وتاخد فلوس، مش اللي هو انت تدخل مواقع وتكسب والكلام ده. ده موقع مستقل من اشهر وافضل المواقع بتاعت الفريلانسر المصريين او العرب عموما، وهو لغه عربيه، يعني انت مش محتاج اي لغه او اي حاجه. انا لما دخلت عليه لقيت ابرز الحاجات المطلوبه هي تصميمات، او يعني ديزاين كفر معرفش محل، او تصميم لوحه اعلانيه، او تصميم لوحه منيو بتاعت مطاعم كافيهات، او لوجو او ايا كان. ده هتتطلب منك انك تتعلم فوتوشوب، والفوتوشوب ده من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها. يعني اقسم بالله انا متعلمه وانا في 5 ابتدائي من اليوتيوب بس، يعني لا كورسات ولا فلوس ولا اي حاجه. يعني اقصى طموحي وانا كنت صغير كنت اعمل ديزاين لكريستيانو رونالدو او ابو تريكه، يعني ده كان اقصى. يعني نزلت فوتوشوب وتعلمته عشان اعمل بس ديزاينات للاثنين دول. كده الماتيريال اللي بتعلمك دلوقتي على اليوتيوب افضل بكتير جدا من لما انا كنت في 5 ابتدائي. كل عليك بس انك تشوف اول فيديو في اي كورس موجود على اليوتيوب، تعرف بس الادوات ده بتعمل ايه وده بيعمل ايه. عندك مثلا كورس الباشمهندس احمد ابو زيد ده عامل تعليم الفوتوشوب في 90 دقيقه. شوف اللي انت حابه، هتلاقي مثلا مطلوب تصميمات اعلانيه، خش انت بقى على اليوتيوب اكتب سوشيال ميديا ديزاين فوتوشوب وشوف بقى الناس بتعملها، هتلاقي هو عامل فيديو بيشرح فيه ده بيعمل ده ازاي،